ها وقد حانت اللحظة وبدأ موسم الضحك. مرتضى منصور: قررت إيقاف الولد إمام عاشور وبيعه لو هيجيب لي كاس العالم. ما ينفعش لعيبة تبقى بتصلي ولاعب ما عرفش صبغ لي شعره وعامل لي زي البنات. ايه القرف ده، ايه الزفت ده، وشاطر بس يطلب زيادة عقد، وفي الماتشات الاقيه مش قادر ويجري ويروح نايم لي على بطنه ويتسبب انه يخش فيه اجوان. فتستردر يا ولد، احنا نادي محترم، انت موقوف ومتحول للتحقيق. الله اكبر. طب ما هو جايب اللوجو جهويتي وعامل نفس الوضع اللي حضرتك انت يا كبير عامله، بنتعامل نفس النظام وشغال صابغ الشعر بتاعك وهو نفس اللون. الراجل عايز يرضيك مش عايز يزعلك. إذا كان رب البيت بالدف ضارب فمن شيمة أهل البيتين الرقص. استغفر الله العظيم وأتوب يا أخي كنتش ناوي أنا نتكلم النهاردة على موضوع الزمالك ده أصلا ولا على مرتضى منصور. كان في موضوع تاني غيرك ده خالص، بس المشكلة نفتح الصفحات لقيت الأوضاع اللي شغال بيها، ويقول إن الواد ده هو صابغ شعره ومش عارف إيه وجاب لي دوانه. طب ما صرح الزعيم المهرج. بص دي تحس مرتضى منصور، دي تحس إن هي عامل زي لعبة انتقام السلاطين اللي معمولة في السعودية وحاطين فيها بتاعت المهرج. دي شغال يضحك الشعب بس. أقول لك الزمالك خسر السوبر بمؤامرة من الإمارات. الله أكبر. إيش معنى نلعب على نفس الملعب اللي خسرنا عليه من الأهلي قبل كده، والولد اللي اسمه يعقوب السعدي جايب كل رموز الأهلي ومستضاف زملكاوي واحد. الله أكبر. طب إحنا رشينا الإمارات ولا رشينا النادي ولا رشينا المدربين؟ ويقول لك إحنا قال تهزمنا شنية دينا، تهزمنا في الماتش بتاع إندي عشان خاطر كنا جايين مجهدين من الإمارات. طب وانت من انت رحت الصبر كنت طالع من هنا من رايح من مصر على الامارات مجهد؟ استغفر الله. الله عليك يا شيخ والله العظيم. من الاخر كده يا اخواننا، تمام، الجماهير الاهلي يا عمي كفايه، وكل واحد يقعد مع نفسه، وكفايه يا عمي بعده عن مرتضى منصور. يا عم خلاص يا عم، ده بوش دوان يا عم، وش دوان سلندر يا عم، وضرب فيوزه وده دخل على البوجيات يا رادي. واحد يا ناس تعطز الفرامل شغالين معلقين احنا قباله، كل ما يطلع ويصرح ما يطلع يصرح يا عم، لسه طالع بدري يقول اتمنع من السفر للامارات ساعة ما كان عايز رايح يحضر الصوبة. طب برضه ده كلام، استغفر الله العظيم. يا عم كفايه يا عم، سيبه خليه يا عم يولي يا رجل. ما اذا كان الوش بتاع السلندر ضرب يبقى فيها ثاني الانسان. والله العظيم استغفر الله العظيم. ربنا يسامحنا يا عم ويغفر لنا يا عم. كل يوم والله ما كنت داخل نتكلم عليه، انا اللي داخل نتكلم على كنت موضوع تاني خلاني هو دخل دقيت بسبب التهريج اللي طالع يقول على القنوات الفضائيه وشغال الاهلي مش عارف ايه، والاهلي يكسب حظه والاهلي مش عارف ايه، ولا ما لسه كسبان الاهلي. مالك ومال الاهلي يا عم، تخليك في نادي الزمالك يا عمي ما عليه ديون ده ما عارفينش تسدوها منين. استغفر الله العظيم. عايز يوليهم الكهرباء مسكين والله.